بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فيديو جديد هتكلم فيه على المركز الثاني بالنسبة للنادي الأهلي، اللي أنا شايف إن هو بيمر بمرحلة انعدام وزن كبيرة جدا جدا على المستوى الفني في كل شيء، وعلى مستوى العناصر، وكمان الشكل التدريبي بالنسبة لمارسيل كولر. طبعا إذا كنا بنتكلم على المركز الثاني 14 هدف وسبع اهداف بالنسبه للنادي الاهلي، بعد ان كان واحد من اقوى خطوط الدفاع، وكانت حاجه بتميزه هي الشكل الجماعي للفريق. انما بالامس شفت فرقه انا اتكلمت عليها في بدايه لقاءات النادي الاهلي انها هيكون مفاجاه البطوله، لان رونالدو بايرتس مع مدير فني قوي بيقدموا مباريات ممتازه، وانا وجهه نظري هيكمل للاخر. الاهلي عنده يا الهلال يا الترجي يا اما الجيش الملكي. هيستنى النهارده طبعا مباراه سان داونز مع الرجاء، وكمان الجيش هيلعب في المباراه. انا اعتقد ان هي تحصيل حاصل تعادل ممكن يضمن له كمركز اول. وبالتالي بعض المباريات اللي هتكون قويه جدا جدا. الاهلي يحتاج ايه؟ الاهلي يحتاج الى ثوره في التغيير في كل شيء. لازم يكون في قرار جريء، قرار جريء، لان حاله التشبع اللي فيها مارسيل كولر بدات تظهر، وبدات تبان على اللعيبه نفسها، بدات تبان على اوضه اللبس. ثوره بالنسبه للقرار الفني او تغيير المدير الفني، صحيح الوقت ضيق، ولكن في النهايه مش نهايه الكون. اي نادي في لما بيلاقي في بعض الامور بدات تفلت من ايده علشان يحافظ على الشكل والكيان والمنظومه والفوز ببطوله الدوري واللعب على بطوله افريقيا، وارد ان الاهلي يلعب مركز ثاني، وحصلت قبل كده، ويوصل فاينل ويكسب بطوله. ولكن انا اللي مستغربه هو توصل مركز ثاني بس ادائك سيء سيء جدا في كل مبارياتك بلا استثناء. شوط تاني شوط اول بعض الاوقات، ولكن يكون بالشكل ده وبالمستوى ده. لا شكل دفاعي ولا شكل جماعي ولا مستوى فني ولا رغبه ولا روح ولا اداء بالنسبه للاعبين. ده جايه وناتجه من اوضه اللبس، ناتجه من مارسيل كولر اللي بقى عنده حاله تشبع كبيره جدا جدا. الاهلي يحتاج الى ثوره، ثوره في القرارات، في الشكل الفني، في الاداء الفني. الاهلي فرقه الكل يحترمها، الكل يقدرها، ولكن في التوقيت الحالي وجهة نظري بقى الشكل العام للاداء الفني للنادي الاهلي عليه علامات استفهام كبيره جدا جدا. لما تتكلم على الجيش الملكي فرقه قويه، الهلال سيبك من اخر ثلاث مباريات، اعتقد ان فرقه عندها الامكانيات. الترجي في ملعب رادس صعب جدا جدا، وبالتالي حط نفسه في موقعه النادي الاهلي غريبه جدا جدا. ومش النادي الاهلي هو للامانه اللي حط نفسه فيها مارسيل كولر ومجموعه اللعيبه. انا شايف ان الاهلي زي ما قلت محتاج الى ثوره، محتاج الى تدعيمات. الفتره الشتويه بتنتهي، وغير كده عندك الحفاظ على بطوله افريقيا، عندك اللعب على بطوله الدوري، عندك اللعب على كاس مصر، عندك كاس العالم للانديه. لازم يكون في لعيبه في التوقيت الحالي تقدر تركب على منظومه النادي الاهلي. هل الاهلي هيستمر على مارسيل كولر؟ هل الاهلي هيستمر على مجموعه لعيبه اصبح ما عندهاش اي نوع من الرغبه، واصبح لديها تشبع كبير جدا بالبطولات؟ ده اللي لازم يكون فيه حل من مجلس اداره، قرار قوي يحافظ على شكل وهيبه النادي الاهلي.